يعني أذكى من هيك كبسة في حياتي ما أكلت. أطيب وصفة على الإطلاق ممكن تعمله للكبسة. طنجرة، شوية سمنة بلدي، شوية زيت زيتون، وشوية زيت قلي خضار أو ذرة أو نص عود قرفة، 5-6 حبات هيل، لومي أصفر أو أسود اللي هو الليمون المجفف، إذا بتحبوا قرنفل 5-6 حبات. هيك التوابل جاهزة، بحط على جنب وبجيب له حط تقطيع. بصلة كبيرة، سكينة جديدة جرحتني الطبيعي، بدي حبتين بندورة بس ضايل بدي جزر، بقشرها على الخشنة وببرشها. وبنيجي هنا الزيت مع السمنة مع البهارات اللي حكينا عنها وعلى النار مباشرة، بس أقلبهم 3 دقائق. بنزل أول إشي بالبصل، وهلقيت بنزل بالجزر، تقليبة 3 دقائق على السريع. ممكن مع الجزر أغطيها. لقيت بنزل بالثومة وبنزل بالزنجبيل، وهلقيت بنزل بآخر إشي لا قبل البندورة بدي معجون البندورة. تقليبة سريعة كبسة. بدي بشر برتقالة كاملة، وهلقيت بنزل بالبندورة بقلبها وبعدين بغطي عليها خليها دقيقتين. بدي انزل ملح، واذا بدي بحط فلفل اسود حب بيطلع لذيذ كمان، انا بحبه في مع الرز. بجيب نص الدجاجه وبنزله زي ما هو زي هيك، بخليه يتغرق بالتوابل وبنزل اخوه وبنزل بالماء اللي بتغلي. خليها 40 دقيقه الى 45. بده رز بسمه الحبه الطويله، بغسله في الميه اول مره ما بتطلعش. بجيب صينيه للفرن وبولع النار على 190 بشوي زي هيك وبنزلها. بضل عندي الشغلات الزاكيه اللذيذه هذه، وبنزله فوق المرقه. بدي اعصر عليه ليمون، رشه ملح، فلفل اسود، زيت نباتي. الله معك روحي. اباييه شوفوا لي هالمنظر، يا سلام يا سلام على هالمنظر ما احلاه. اباييه تعالي هيك، هي المناظر حلوه ولا بلاش يا حبيبي. وبنحط اللوز، وهيك بنعمل أذكى كبسة بالدجاج سعودية في العالم كله. حبايبنا اللذيذ كيف بس هالمنظر. وأكيد بنقول بسم الله بدنا ناكل. يا سلام يا سلام. عارفين أنا كتير فخور بهذه الوصفة، وكتير فخور بالأكلة الطيبة هذه. يا الله على الأطعمة والروايح ما أحلاها. أكلة عظيمة جدا.